السلام عليكم. النهارده الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية اللي بتنظمها القوات المسلحة قال إن شهر أكتوبر شهر الانتصارات وشهر الاحتفالات، واتكلم عن مكتسبات شهر أكتوبر 2025 بالذات، واتكلم عن وقف الحرب في غزة وإن مصر بذلت قصارى جهدها إن هي توقف الحرب في غزة، وإن الحمد لله ده اتحقق على إيد مصر وجوه مصر. وقال إن الناس اللي كانت بتقول مصر مش واقفة مع القطاع ومصر محاصرة القطاع، 80% من المساعدات اللي داخلة القطاع هي جاية من مصر، وإن دي مش منة على أهالي القطاع من مصر، بالعكس ده حقهم علينا. وإن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة هيعقد في مصر في نوفمبر 2025، وإن مصر أول دولة هتبادر بتقديم المساعدة لإعادة الإعمار. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشوف كيفية إزاي مصر هتقدر تقدم المساعدة دي بالاشتراك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. واتكلم كمان وبارك للدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، وقال إن دي برضو من مكتسبات شهر أكتوبر، وإن مصر حصلت على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. وقال إن هو بيأمل وإن الدولة شغالة على حصول مصر على مقعد الإيكاو، اللي هي منظمة الطيران المدني. وكمان قال الرئيس سيسي إن الاستهداف الدولة المصرية وإن المخاطر لا تنتهي، وإن مصر مستهدفة دي حاجة خلاص طبيعية وحاجة كلنا عرفناها. وأثنى كمان على الشعب المصري وشكره أكتر من مرة على وقوفه جنب الحكومة ووقوفه جنب بلده، إن هو يبني البلد دي وإن هو يتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة جدا. وقبل كل ده شكر ربنا وقال إن ربنا زي ما عدانا بالكتير من اللي فات هيعدينا إن شاء الله بالكتير من اللي جاي. وأخيرا الرئيس سيسي قال أنا عمري ما كنت أفكر في أصعب الأوقات إن أنا أخدكم وأدخل بيكم في الحيط. دايما كنا بنفكر في الحاجة مرة واتنين ومية قبل ما تتعمل، ودايما كانت الحاجة تبقى في صالح الشعب المصري.